السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن احوال. معاكم يوميات سمرة منير. النهاردة هعمل معاكم طريقة عمل البقلاوة. المكونات بتاعتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 كوب ونص دقيق، اللي هو الدقيق الزيرو، ومعلقة ونص خميرة فورية، وكيس بيكنج باودر، وفانيليا، ومعلقتين كبار نشا. هنزل بقى على ايه؟ الخميرة على الدقيق والنشا، وادي النشا. يبقى احط ايه؟ احط الخميرة والنشا واحط فانيليا عشان تخلي برضه ايه، تخلي العجينة ريحتها حلوة، والنشا عشان تخلي البقلاوة هشة من جوه وجميلة، وبيكنج باودر. وهقلبهم في بعض كده بالشكل ده كده. زي ما انتوا شايفين كده. يبقى ايه؟ حطينا ايه في الدقيق؟ حطينا كيس البيكنج باودر والخميرة الفورية ومعلقتين نشا كبار وفانيليا عشان تخلي العجينة ريحتها حلوة. وهنزل عليها بايه؟ بكوباية دقيق، بكوباية مية فترة، لازم تكون المية فترة. وهقلب كده زي ما انتوا شايفين، مية فترة. عايزة مية كمان احط لها مية. لازم تكون العجينة ديت تكون سايبة، ما يكونش ماسكة ولا حاجة، لا تكون سايبة. واحتاجت مية تاني حطيت لها مية. لازم تكون عجينة البقلاوة تكون سايبة خالص. اقلب كده ادوب ايه، احوش العجين اللي هو المجلكع. افضل اقلب اقلب. اه الدقيق بدأ يفك معايا. اه لسه كمان عايزة دقيق، لسه فيها دقيق مكلكع برضه. تفضل رايحة جاية، رايحة اتجاه واحد، مش اتجاهين، مش رايحة شمال ويمين، لا اتجاه واحد. عشان ايه؟ عشان الدقيق يفك معاكي، ومن ناحية ما تاخدش ايه، ما تاخدش منك هوا. هتروحي رايحة جاية كده تاخد منك هوا. زي ما انتوا شايفين كده. لازم تكون ايه، العجينة بتاعتها تكون سايبة خالص كده، بالطريقة دي كده. وادي كده طبعا كده خلاص. بعد ما خلاص العجين اللي فيها خلاص راح، اقوم جايه بقى طبعا مغطيها بكيس، كيس نايلون كده زي ما انتوا شايفين كده. واسيبها بقى ايه، تخمر براحتها، تخمر براحتها. هاجي بقى على الشربات بتاعي بقى. المكونات بتاعته ايه؟ آه كوبايه ميه عليها 2 كوب سكر، وكيس فانيليا، وعصرة ليمون، وحطيتهم بالطريقة ديت على البوتاجاز. واسيبهم بقى تغلى مع نفسها وما اقلبهاش مع نفسها كده، لا ما ولا يكون تخين قوي
ولا سايب قوي، يكون حلو. دي الشربات بتاع البقلاوه. وادي كده يا حبايب قلبي، شوف ادي كده النتيجة بتاعتي بعد ما خلاص خلصت. الكوبايتين ونص دقيق عملوا لي قد ايه؟ ما شاء الله، بألف هنا وشفا. كمية قد ايه؟ بألف هنا وشفا على اللي ياكل. تعالوا اتفضلوا معانا. عايزة اقول لكم برضو على حاجة، ان اللي النيشة بتخلي البقلاوة من جوه هشة وجميلة. ما شاء الله، بألف هنا وشفا على اللي ياكل. تعالوا اتفضلوا معانا. ما تنسوش تحطوا لي بقى لايك كتير، لايكات كتير كتير قد الدنيا.